سلام. هنا واحد بغيت نعقب على واحد الفيديو ديال واحد الكرغوليه اللي دخلت المغرب، يعني من ضمن المؤامره اللي تحبكات على المملكه المغربيه. دخلت في الاول تدعي انها مغربيه وان من مدينه وجده، ابخي اتضح بانها جزائريه من وهران، وقالت لك بانها بغات مساعده من جلاله الملك. نشوفوا الفيديو اولا ومن بعد نعقبوا عليه. نلقى ما ناكل وراني ما لقيت ما ناكل انا وولدي. انا كنبغي بلادي وكنموت على بلادي، وعاش الملك، عاش محمد السادس، عاش ملك الاب الروحي. حبيبي نبغيك ونموت عليك الملك. ولدي ما ياكلش، ولدي دابا خليته بالجوع، ولدي دابا خليت ما ترطب له الخبز والماء وتقول له كل ولدي. اسكت ولدي، 6 سنين اسكت ولدي. انا بغيت نعيش، انا ما كان لقيت الخدمه غادي نفكر في الحرقه. السلام عليكم، انا من وجده وجيت لباب سبته، جيت باش نحرق، بغيت غير 50 درهم باش نعيش ولدي. جاوبني. جزائريه وعايشه في المغرب. علاش ما كنتيش جزائريه؟ جزائريه وعايشه في المغرب. جزائريه وعايشه في المغرب. علاش ما بقيتيش في ما بقيتش في بلادي، جيت للمغرب، كنعتبر المغرب هي بلادي. ايوا الكرغوليه، الا بغيتي المساعده سيري عند طبون الرئيس ديالك، سيري لبلادك الجزائر، عندكم بترول، عندكم الغاز. اشنو بلا تلصقي فينا حنايا؟ بغيت جلاله الملك وهذه بلادي. مين جاتك بلادك؟ هذه راه المملكه المغربيه، سير الجزائر جمهوريه اين ابي وطلبي تما، يقول لك الرئيس ديالك يعطيك. عندكم بترول، عندكم الغاز، اش شيتكم لينا؟ والله لصقوا بتوليو مغاربه صحه. تنطلبوا من السلطات باش يجروا تحقيق يعني جدي مع المخلوقه هذه، وكنطلبوا من السلطات باش يمنعوا هذا الشيء ما باقيش يدخل عندنا هنا للبلاد. نشوفوا الفيديوهات التاليه، نشوفوا المؤامرات التحبكات ضد المملكه المغربيه. انتبهوا جميعا. من المهاجرين غير القانونيين من المغاربة والمغاربيين ومن بلدان افريقيا جنوب الصحراء. المهاجرون غير القانونيون من المغرب، من بلدان مغاربية خصوصا من الجزائر ومن تونس. كاستياخو باينه بنيته لحقنا كاستياخو نهار الاول اللي لحق فيه. ولكن قول لي انت قلتي خديتي طياره ديريكت منين خديتيها؟ فين نزلتي؟ نزلت في كازا، خديتها من هو ريبو مطريق، هو ريبو ديال المطار تاعنا، مطار قرطاج دار فيه ليسكال. كما كنشوفوا هاد البلاد ديال الجزائر انها لاصقه فينا، وانها كتامر على المملكه المغربيه. هناك اجنده خارجيه، وهناك ايادي خفيه، والعالم كله عرف واستنتج. اللي بغيت نقول انا تنوه للجهات الامنيه والقوات المساعده اللي احبطت هذه المؤامره وتصدت لهذا الشيء كله، اللي كان الهدف ديال التغرير باطفالنا، وهما عارفين اش بغاو يديروا. هما مسافتين الناس كبار من افارقه وتوانسه وجزائريين والمغرب العربي كله، تغرير باطفالنا. هما اطفال باقي 10 سنين، 11 سنه، 12 سنه، 13 سنه، يعني ما زالوا اطفال. تحيه تقدير واحترام للجهات الامنيه، وكل تحيه تقدير واحترام وحب للجنود البواسل للقوات المسلحه الملكيه اللي موجوده على الحدود. تحيه تقدير واحترام لهم، وكلنا مسؤولين كأمهات كآباء، كنا مسؤولين على هاد الأطفال اللي تغرر بهم، وحنا ماشي ما راضيينش على هاد الشيء اللي وقع. فريمون حنا ما راضيينش، وتأثرنا كمغاربة أحرار، ما بغيناش هاد الشيء وقع. والولاد خصهم يمشيو يقراو، الولاد خصهم باقي في السن مازال ما عارفين لا مستقبل لا والو. يعني هاد الشيء مدروس، وهاد الشيء كاين اجنده خارجيه كما قلت سابقا. ويمكرون ويمكر الله، ان الله خير الماكرين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. سميرة ريان.